تعال شوف تحدي من تحديات الاجانب وان احنا ازاي بنحط التاتش بتاعنا، وشوف الفيديو للاخر عشان المصري دايما كسبان. طبعا ده شكل التحدي اللي كانوا عملوه الاجانب، واحنا طبعا كمصريين ما نغلبش على اي حاجه. قعدنا نعاني شويه من التحدي عشان فرق الطول وفرق الحجم يا جدعان. كنا عمالين نشرح لبعض، حتى احمد كان مصدر لي التوته كده، وانا كل مره بحاول ان انا ازقه بايدي كده، ان انا امسك فيه عشان يلف الواحد، ولا كانه بيعمل تمرين سكوات كده، واديته واحده هيد شوت كده في مستقبله. هنا بعد ما عدى قال هيلف كده، ولا كانه حاطط في ايده زيت جونسون، وقام متزحلقها واخد الارض بالاحضان، واسراء عماله تضحك علينا. وطبعا احنا ما نسكتش عشان احنا جامدين ونحاول فيها، وكل شويه تقرب تيجي. الموضوع ما كانش سهل شويه، بس في الاخير ان احنا جبناها، ودي كانت احسن واحده احنا عملناها بعد طبعا تعب وشرح كتير، ان انا افهمه ان هو ينط لفوق مش لقدام. خلصنا بقى نتفزلك ونحط التاتش بتاعنا كده، ونحاول نجيبها بطريقه تانية. طبعا ما شاء الله علينا نجيب الحركه مره و20، لا انا مش عارف في ايه، بس مع الفزلكه دي عينك ما تشوفها الا النور، يوم دخل لك واحده بالتوت على دماغي. انا بسببه حسيت انه في تسريب هوا طالع من دماغي، قلنا ما بديهاش بقى المره دي جايه، بس انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه، بس قلنا كده تيجي المره دي. بس هو قام متفزلك كده وماسك رجله، وانا قايل له ما يمسكش رجله، وخد دي اظبط لك فيها السيستم شويه. احمد قام متفزلك كده بالجزم وقال لي تعالى نط، قلت له استنى، قام واخد لي واحده كده برويته، ولا تحسه رئيسه باليه كده، قام مديني بالتوته. قمت زي الاهبل كده سامع الكلام ومقلده، وقام جه ينط من فوق خدني بالاحضان. مش بقول لكم احنا كمصريين لازم نحط التاتش بتاعنا، بس كان تاتش اهبل كده، ان احنا بنلف في بعض مش عارف بنزود ايه، بس هو المفروض ان الحركه تيجي على طول. انا ما عدتش عارف احنا بنعمل ايه. حتى اسراء بصت لنا كده بتقول ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده، بس قلنا ندخل على الحركه اللي بعدها، ان هو يقف هاند ستاند كده، وقوم لف باك مان على ظهري، ويا عيني هو جابها اول واحده كده، قام بيقول لي بقول لك ايه يلا بينا على الارض. قام طالع واقف الهاند ستاند كده، وانا اجي من وراه كده امسك رجليه اللي شبه الفرخه الشمورتو كده، واقوم لفه الباك وجابها حلو قوي. نتفزلك بقى ونحط التاتش بتاعنا، يقوم طالع يا باشا، واقول له يلا لف الباك، وراها باك دايف في باك، وجابها حلو جدا، مع انه كان هيتزحلق بس حلو قوي. بس ما نسكتش ونجيبها احسن من كده. قمت مسلم عليه وقايل له على فكره ما عجبتنيش، وانت تعرف تجيبها احسن من كده. قمت ماسكه من رجول الشمورت كده، وقمت لف على طول الباك دايف في الباك، وجابها احلى. اسراء قامت تشجعنا كده واتبسطت من الحركه دي. اسيب عبد الرحمن في حاله، قلت له بقول لك ايه تعال عايز اعمل فيك كده حركه، وانت شوف هتعرف تفك منها ولا لا. فيديو كده كنت شايفه قبل كده، بس عبد الرحمن طبعا كان خايف، بس قلت له بقول لك ايه ما تقلقش، اقعد كده ودخل ايدك ما بين رجلك، وتعالى شيلك شبه الضفادع كده. وبعدين يا جماعه انا مش عايزكم تفهموني غلط، هي الفكره ان انا فيديو ان انا امسكه كده واحطه، بس انا مش فاهم ايه المنظر اللي كان هو فيه ده. قام هو ماسك العمود كده، قلت له يلا يا باشا اتعامل ووريني هتفك ازاي، بس الواد طلع كده فزلوكه كده وعرف يفك نفسه. وافتكرت في الفيديو انه كان المفروض اصلا ما يتعملش على العمود، كان المفروض يتعمل على شجره. قلت له لا بقول لك ايه تعالى انا على الشجره، انا عايز اشوف انت هتفك ازاي. يا جدعان مره تاني مش عايزكم تفهموا غلط، بس الموضوع قلب معايا بهستيريا الضحك، انا ما عدتش فاهم اعمل معاه ايه، تحس ان انا بعلق شنطه بنت خالتي على الشماعه. قلت له امسك كويس كده يا فزلوكه، وقمت سايبه، وقام نزل على ظهره سمعت في صدره. هو مش تنمر يا جدعان، بس الموضوع كان مضحك جدا. وبس كده، لو عايزين اعمل مقلب في اسراء اكتبوا لي في الكومنتات كتير جدا، واستنوني في الفيديو الجاي.